السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلا يا أحباب قلبي، كيف حالكم؟ إيش أخباركم؟ كل سنة وإنتم طيبين بقدوم الشهر الفضيل علينا، أدام الله علينا وعليكم باليمن والبركات. اليوم حنسوي خبز الطاوة. هذا خبز الطاوة، هذا فطير يمني، حنشوف نسويه مع بعض. طبعا مقاديره سهلة وبسيطة. حنحط كاستين دقيق أسمر وكاسة دقيق أبيض، يعني كله 3 كاسات. طبعا الكاسة اللي نعاير فيها هي الكاسة اللي نعاير فيها الدقيق الأسمر، نعاير فيها الدقيق الأبيض، كاستين دقيق أسمر وواحدة طبعا على كل كاسة دقيق هنحط ملعقة حليب. يعني احنا حطينا 3 كاسات دقيق، 2 أبيض 1 أسمر، هنحط 3 ملاعق حليب بودر. وهنحط في كاسة موية دافية، هنحط ملعقة خميرة وسكر. هنحط نص ملعقة أو ربع ملعقة ملح مع المكونات الجافة اللي هي. طبعا هنحط الخميرة فوق الدقيق مع ربع كاسة زيت، ونعجن العجين وأوريكم دحين كيف طبعا بعد ما عجنت العجينة أخذت كمان نص موية دافية، نص كوب موية دافية. العجينة لا هي ناشفة ولا طرية، يعني شايفين الملمس حقها كيف، لا هي ناشفة ولا طرية. طبعا خليها تقعد في مكان دافي لحد ما تخمر. طبعا بعد ما خمرت العجينة يا بنات، قطعت العجينة كور صغيرة وحطيتها في تبسي وغطيتها بالنايلون. خليها تخمر زيادة، وإن شاء الله وقت ما أفردها أوريكم كيف. طبعا هذه الفطير مرة طعم لذيذ في الصباح، في الليل تاكلي فطور، تاكلي عشاء، يعني في العشاء في أي وقت أنت ممكن تسوي، لذيذ وطعم، وجربوه وسهل وبسيط. طبعا بعد ما ارتاحت العجينة يا بنات فردناها، نفردها شوفوا كيف مربعة، وحنخبزها في الطاوة، وحتى لما تنخبز تجيكي رقات رقات. طبعا يا حبايبي، طبعا بعد ما ارتاحت العجينة يا بنات حنفردها دائري. شايفين كيف نفردها؟ كل ما تقعد العجينة ترتاح، تاخد وقت في راحتها، يعني تقريبا أخذت حوالي على حسب درجة الحرارة. ساعات لما يكون الجو براد تاخد وقت في التخمير، لو كان الوقت يعني براد بتاخد وقت زيادة. فطبعا نفردها، شايفين كيف حنفردها، لا تخينة ولا خفيفة. حنحاول نرقها، يعني شايفين كيف السمك حقها، سمكها مرة ما هي تخينة ولا رفيعة. طبعا مسيحين زبدة يا بنات، حدينها سطح العجينة زبدة، ونعملها زي الظرف، ونسويها زي الظرف، ونخليها ترتاح كمان شوية. الحين فردنا العجينة، شايفين كيف حنفضل ندهنها زبدة، وبعد ما ندهنها زبدة حنعملها زي الظرف ونخليها ترتاح، ونسوي كل الكمية بنفس الشكل ونفس المنظر. تابعوني حبايبي. طبعا يا بنات حندهن الصاج بشوية زبدة، وحنحط الفطيرة فوق الصاج. لازم الصاج يكون ساخن. شايفين كيف نحط الفطيرة، نخليها شوي لحد ما تطلع كده زي فقاقيع فوق العجينة، وبعدين نقلبها مرة تانية لحد ما تاخد اللون اللي هو الأشقر. يعني ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. دحين برضو كمان نخليها
شوية على الجنب اللي قلبناه عليه، وبعدين نرجع نقلبها مرة تانية لحد ما تاخد اللون الأشقر. هذا الفطير فطير يمني اتعلمته من مرة أخوي الله يديها العافية. صراحة لما تيجي تفتحي العجينة تلاقيها رقات، مو فطير بس كده طبق، لا رقات. شايفين كيف ما شاء الله مع الخميرة بيتنفخ يصير يعني خفيف. طبعا هذا بعد ما قلبناها على الجنبين، شوفوا كيف صار لونها مرة جميل. إذا انت حابة تزيدي تحميرها زيادة براحتك، بس أنا أشوف كده هذا تحمير كفاية عليها. أنا أوريكم. طبعا شوفي بنات بعد ما خبزناها كيف ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أزن زي الفطير. هي يعني فطيرة مشلتت كيف، بس بطريقة تانية وسهلة. يعني هذه تتاكل مع الجبنة الكاسات، الجبنة البيضة، يعني فطور جدا روعة يا بنات. والفطير هذا طبعا بعد ما خبزنا الفطير شايفين كيف ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، الكل يبغى ياكل من الفطير ده. طبعا حطينا جبنة وقشطة وعسل، فطور جدا جميل وكده وخفيف. يعني ينفع هذا الفطور، ينفع في الصباح، ينفع في العشاء، يعني ما ياخد منك وقت. يعني صراحة من جد، يعني صراحة الله يرضى عليها مرة أخويا اللي علمتني الطريقة دي. هذه الطريقة فطير يعني ولا أروع، يعني من جد. يعني احتفظوا بالوصفة وإن شاء الله بإذن الرحمن تطبقوها، وهنا وعافية علينا وعليكم يا رب.